السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة أكلات وصفات أم عبد الله. رجعت لكم كده بعد فترة بس زعلانة منكم حبة قد كده وبشكره جدا الخمسة ستة اللي بيشجعوني، أما الباقي أنا زعلانة منه علشان خاطر بجد مفيش تفاعل خالص على القناة. رجعت لكم فيديو جديد النهاردة وهعمل معاكم البيتزا وازاي ان هي تطلع محنية كده واخدة لون ذهبي حلو من فوق ومن تحت، وكمان ان هي تكون طرية، وكمان هنعملها بحشوة مميزة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف عملناها ازاي النهاردة. مبدئيا كده عندي هنا كيلو دقيق وهنحط عليه طرف المعلقة كده ملح، وهنحط هنا معلقتين كبار سكر، وهنحط كمان هنا معلقتين كبار لبن بودرة، أو ممكن تحطي باكت زي ده. تمام، هو الباكت هنا بيكون معلقتين كبار بقى بالشكل ده. هنحط هنا الباكت بقى بتاعنا كله. طبعا اللبن البودرة هنا بيطريها وبيخليها بتكون هشة وبيكون طرية وطعمها حلو. هنحط كمان هنا معلقة كبيرة ممسوحة خميرة، معلقتين، وهنحط هنا معلقة زعتر. الزعتر هنا بيفرق في طعم العجينة بتاعتنا وبيديها طعم حلو. طبعا بيبقى خشن كده، بتفركيه كده ما بين ايديكي بالشكل ده. وهنحط هنا معلقتين كبار خل. الخل هنا بيفتح العجينة بتاعتنا وبيخليها ان هي بتكون هشة جدا وبتكون طرية. هنزل هنا بقى بالمية، وما بننزلش بالمية دفعة واحدة، بننزل بيها تدريجيا، لان لو فضلتي تكبي مية يعني هتلاقي ان العجينة بتاعتك اتطرت منك على الاخر. فاحنا عايزينها تكون طرية وبتلزق تلزيقة خفيفة خالص، وما تكونش طرية وبتلزق تلزيقة جامدة بالشكل ده. طبعا هنا العجين في الطبق ما بيبقاش مريح قوي، فبيخليك ان انت ما انتش عارفة كمان وضع العجينة ايه، عايز عمالة تكبي مية وهي بتلاقي ان هي ايه بتاخد. فهنضطر بقى ان احنا هنا اسهل حاجة ليك ان احنا بقى ناخد كده العجين بتاعنا على الرخامة او على الكونتر عندك، ونبدأ ان احنا نعجنه بقى بالشكل ده. طبعا لسه فيها حبة دقيق، هفضل بقى كده اخد وقد كده في العجينة بقى بالشكل ده. الطريقة دي بتريحك وكمان بتديكي نتيجة حلوة في العجين، ان العجينة بتاخد حقها كده في العجن، وكمان بتبقى العجينة طرية والقوام بتاعها او الملمس بتاعها بيكون ناعم جدا. طبعا الرخامة بتاعتنا نظيفة وكل حاجة. طبعا هنا بعد ما عجنتها بقى شوية بنحط هنا معلقتين زيت. برضو هنا معلقتين الزيت بيفرقوا في قوام العجينة وبيديها الملمس اللي هو يكون ناعم جدا. نبدأ ما ان احنا نلم او نتوه بقى كده الزيت في العجينة بتاعتنا بقى بالشكل ده. وما بتاخدش معانا وقت، يعني 10 دقايق ربع ساعة كده عجنة، علشان خاطر برضو تاخدي نتيجة حلوة. ممكن تعملي الخطوة دي في العجان اذا كان متوفر عندك. كده خلاص بقى انا عجنتها كويس. بنجيب بقى كده الطبق اللي كنا بنعجن فيه ونحط هنا فيه رشة زيت بقى بالشكل ده، ونحط العجينة بتاعتنا تخمر. قعدت بقى حوالي ساعة، ممكن ساعتين في الشتاء، زي ما تخمر معاكي. تمام كده نركنها على جنب بقى، وتعالوا نحضر الصلصة بتاعتنا. عندي هنا 5 فصوص توم كبار، وهنحط هنا بصلايه، وهنحط قرن فلفل وطماطمايه كبيره. طبعا ما تحاوليش تكتري هنا من الصلصه، يا دوب ان احنا على قد المقدار البيتزا اللي احنا نعمله، علشان اللي بيتبقى يرقد في التلاجة بيعمل ريم ابيض كده وبيتغير، فيفضل ان احنا نعمل طازه بطازه. هحط هنا بقى التوابل بتاعتي: توم بودره، بصل بودره، بابريكا، ملح، فلفل اسود، وهنحط كمان معلقه زعتر، وهنحط ربع كوبايه ميه صغيره. ونرفع بقى كل الكلام ده على نار هاديه خالص زي ما شفتوا كده، وهنسيبها بقى تتسبك وتستوي مع نفسها على الهادي. كده خلاص بقى نقلنا الصلصة بتاعتنا على العين التانية ومهديه عليها النار خالص في طاسة هنا بقى، وهنجهز الحشوة تحت البيتزا. هحط هنا معلقتين زيت كبار، وهستنى لحد لما يسخنوا خالص، وبعدين هننزل هنا بصدر الفرخة بتاعنا مقطعاه شرايح بالطول بالشكل ده. ده كده صدر واحد. مجرد ما بننزل بالفراخ ما بنحاولش ان احنا نقلبها، نستنى كده عليها لحد لما تاخد صدمة، علشان خاطر الفراخ بتاعتنا ما تنزلش مية. بعد بقى ما الفراخ بتاعتي اتشوحت بقى بالشكل ده، احط هنا بصلاية كبيرة كده حلوة مقطعاها بقى طرنشات بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نشوح في البصلاية والفراخ لحد لما ياخدوا اللون الذهبي الحلو ده. معايا هنا بقى طماطمية كبيرة واخدة اللحم بتاعها. باكد عليك ان احنا ناخد اللحم بتاعها بس بلاش القلب، علشان خاطر احنا مش عايزين فيها نسبة سوائل، علشان لما نحطها على عجينة البيتزا ما تخليش العجينة بتاعتك تطرى منك وتبوظ. تمام كده بقى خلاص. بعد ما حطيت الطماطم والفلفل، لو عندك فلفل الوان كمان حطي، عندك مشروم حطي، المتاح والمتوفر عندك حطي. هنحط هنا بقى التوابل بتاعتنا: توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، فلفل اسود، ملح، كل اللي عندك بقى هاتي وحطي. يعني انت لو حطيتي فلفل اسود بس وملح، والله العظيم حاجه بتبقى طعمها حلو، بس انا عشان طبعا بحب احط
التوابل دي ودايما متوفرة عندي. هنهدي بقى كده عليها النار خالص، شمعة بقى بالشكل ده، وهنسيب الفراخ بتاعتنا تستوي. طبعا الفراخ بتبقى مستوية بس هنخليها تتسبك مع الخضار لحد لما المية بتاعتها تنشف. وكده بقى خلاص الصلصة بتاعتنا بقى استوت بقى بالشكل ده. ورجعت هنا بقى الفراخ بتاعتنا كده خلاص المية نشفت منها، او اي سوائل بتكون موجودة فيها نشفت. وكده بقى خلاص الصلصة بتاعتنا اصبحت جاهزة، بنضربها بقى في الخلاط. وكده الصلصة بتاعتنا اصبحت جاهزة، وبتكون القوام بتاعها تقيل بقى بالشكل ده. وطبعا احسن وافضل من الصلصة الجاهزة دي. كده حاجة احنا ضامنين المكونات اللي احنا حاطينها فيها، وضامنين كمان ان الطماطم بتاعتنا فريش وطازة، ما فيهاش يعني اي طماطم بايظه. بيكون القوام بقى بتاعنا تقيل بقى بالشكل ده. نركنها بقى على جنب تبرد، وتعالوا نشوف العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت. ما شاء الله شايفين شكلها اصلا يفتح النفس، طريه جدا، ناعمه، ريحتها حلوه كمان من الزعتر اللي احنا حطيناه. طبعا ببدا ان انا اقطعها بقى هنا، ممكن تقدري تقطعيها 10 كور 6 كور زي ما انت حابه. انا طبعا هنا قطعت الكوره كبيره كده مقدار رغيف العيش الكبير، علشان خاطر انا عندي صينيه كبيره بقى بالشكل ده. بديها بقى رشه دقيق علشان خاطر ما تلزقش منك في الصينيه. ممكن تحطي زيت، بس يفضل انا بحط هنا يا تحطي رشه دقيق سميد بسبوسه، او تحطي رشه دقيق بقى عادي بالشكل ده. كده خلاص بقى انا بططتها على الرخامه. وكمان لو احنا بططناها في الصينيه من الاول بيكون افضل، بس كان الفراده كنت مش لاقياها، فقلت ان انا افرد على الرخامه احسن علشان خاطر ما لمش الدقيق اللي بيكون تحتيها. هنا بقى لقيت الفراده، ببدا ان انا اوسع بقى واكمل العجينه بتاعتي بقى بالشكل ده. احنا مش عايزين العجينه بتاعتنا تكون تخينه، لان هي لسه هتتنفخ يعني تاني في الفرن، فمش عايزين ان الحرف بتاعها او ان احنا نكون بناكل عيش فينو وبتبقى حاجه تخينه جدا. كده خلاص بعد ما بططها بعمل لها حواف بقى بالشكل ده، بتديكي شكل حلو. كمان بتخلي ان العجينه بتاعتك بيبقى ليها طرف كده وانت بتمسكيها. بعد ما بططتها بقى بالشكل ده ببدا ان انا اخرمها بقى كده بالشوكه، بنخرج منها اي هواء علشان خاطر قلتلك ان هي ما تستويش وتبقى كلها زي رغيف العيش في الفرن. كده خلاص بقى بحط الصلصه بتاعتي. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها كده ده مظبوط. هنبدا بقى ان احنا نحط الصلصه. وحطيت هنا بقى جبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه عندك، او ممكن لو ما فيش جبنه خالص بجد بتبقى حلوه بس بالبصل والثوم والخلطه بتاعت الفراخ اللي احنا عملناها، مفيش اي مشكله. وكمان هنا هنحط بقى الخلطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده. عندي هنا زيتون وفلفل وطماطم شرايح، وهنحط برضو الخلطه بتاعتنا والرصه زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده. وطبعا يفضل ان انتي ما تبططيش العجينه بتاعتك وترصيها كلها مره واحده في الصواني. يعني مثلا لو الفرن بتاعك هياخد صينيتين، بططي على قد الصينيتين ودخليهم، ما تبططيش بقى الصينيتين التانيين على ما التانيين ما يطلعوا من الفرن. هتلاقي ان هي ايه، خمرت معاكي ونفشت، لان هي بتخمر بسرعة جدا وهي متبططة. فيفضل ان احنا نعمل على قد ما هنسوي، واحدة بواحدة واتنين باتنين. تمام. دي حاجة. تاني حاجة بكون مولعة الفرن ومسخناه قبلها ب10 دقايق، علشان خاطر ان البيتزا بتاعتك تطلع طرية لازم الفرن يكون سخن، وحاطة الرف في اول درجة من فوق البلاطة على طول. وبكون مولعة من تحت معلية النار، وتحت وفوق بقى بكون مولعة الشواية بخليها هادية خالص علشان خاطر ما تاخدش لون اول ما تدخل من الفرن. بجد جربوها كده بتلاقي ان هي طالعه معاكم محنيه من تحت وطريه جدا. دي كده ميه ببل بيها الحروف علشان خاطر تبقى طريه. ممكن تستبدلي الميه هنا بلبن لو متوفر عندك، مش متوفر بنشتغل بميه كده عادي مفيش اي مشكله. كده انا خلاص بس ولعت لها الشوايه، عليتها في الاخر ما كنتش واخده بالي ان هي عاليه، فاخدت لون احمر بقى بالشكل ده. بس عادي يعني اتاكلت مفيش اي مشكله. ببدأ ان انا بقى انقلها بقى في طبق التقديم بقى بالشكل ده. وهفرجك دلوقتي ان الصينية ملزقش فيها اي حاجة من العجينة بتاعتنا بقى بالشكل ده، بالرغم كمان ان احنا فردنا العجينة وهي في الصينية. شايفين ما شاء الله نضيفة اهي ما فيهاش اي حاجة لازقة. نبدأ بقى ان احنا نقطعها بقى ونقدمها. بجد طعمها حلو جدا. جربوها بالحشوة دي. ممكن تستبدلوا الحشوة دي بلانشون، ممكن تستبدلوها بسوسيس، ممكن تستبدلوها بلحمة معصجة. المتوفر والمتاح ليكم. ممكن ما تحطوش لحوم نهائي، بجد بيبقى طعمها حلو جدا. شايفين بقى العجينة بتاعتنا ما شاء الله طرية جدا، هشة كمان.
يعني قطنية، شايفين محنية ازاي من تحت، او واخدة لون دهبي حلو من فوق ومن تحت. وممكن كمان الحروف دي تدهنيها بالصلصة بتاعت البيتزا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.